في دروب للإخاء ضمنا خير لقاء بحماس أقبل جيلنا جيل عطاء نزرع الحلم هنا يرتوي من عزمنا. كانت هناك فتاة تدعى عاتكة، وكانت تعتمد على أمها في كل شيء، في ترتيب ملابسها، في ترتيب كتبها، وكانت ترمي كل شيء على الأرض هنا وهنا. وفي كل صباح لا تنهض عاتكة للصلاة والاستعداد للمدرسة إلا إذا جاءت لها أمها لتوقظ. بل تذهب لتلعب بجهازها اللوحي دون اهتمام، ثم تقول لأمها بأنها صلت. وفي يوم من الأيام أرادت أم عاتكة أن تتأكد من صلاة ابنتها. فراقبتها، ولكن كانت المفاجأة أن ابنتها لا تصلي، فوضعت يدها فوق رأسها. ذهبت لابنتها فسألتها: ألا تودين إخباري بشيء؟ عندها تأكدت عاتكة أن أمها قد عرفت ماذا كانت تفعل، فترد عاتكة بنوع من التردد والخزي: نعم يا أمي، وأنا آسفة. فترد الأم: ألا تعلمين قول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا أخبرتها بأن الصلاة والاهتمام في تنظيم أغراضنا مسؤولية واجبة علينا. أما الصلاة فهي مسؤولية عظمى ويجب المحافظة عليها لننال الأجر والثواب. عزم وطموح راية العز تلوح ولقاء إخوة للعلا تبني صروح نحو